بيبدأ مسلسلنا في قلب عوامة فيها جثتين لراجل وست مرمين على الأرض وسايحين في نزيفهم، والظاهر إن السهرة كانت صباحة على الآخر وشكل الموضوع فيه خيانة. ومن بعيد شافهم ناس في فلوكة فبلغوا الشرطة فورا، وطلع الضحية أحمد الورداني جوز ممثلة مشهورة أوي اسمها كاميليا، اللي اتحولت من بنت فقيرة لنجمة وممثلة معروفة. وفي عز وقت اكتشاف الجريمة كانت هي في مهرجان مهم قوي، بس فجأة جالها اتصال: ألو، معاك الرائد أكمل فاروق، البقاء لله، جوز حضرتك اتقتل. في اللحظة دي كل حياتها بتنهار وبتتصدم صدمة عمرها. ولما بنرجع لموقع الجريمة بنكتشف إن الضحية التانية اللي معاه ممثلة منافسة لكاميليا اسمها مهرة. وبعد ما الرائد بلغ كاميليا بالخبر بيستغرب وبيقول لزميله: الغريب إنها ما سألتش اتقتل إزاي ولا فين ولا مين اللي قتله. وبيبرر زميله: يا عم جايز من تأثير الصدمة. لكن الشكوك بتزيد جواه لما بيلاقي أثر بقع حمراء على عتبة بيتها، بيحطها في دماغه وبيقرر يفتشه بعد ما ياخد إذن النيابة. فبعد ما خد إذن النيابة وراح يفتش في بيتها فعلا لقى بلوزة عليها آثار نزيف، وخدها حرز لأن بكده اكتشف دليل مهم في القضية. وعلى طول مدير المباحث بيبلغ إبراهيم وكيل النيابة بالحادثة عشان يقطع أجازته ويمسكها. وأول ما بيعرف إبراهيم كل التفاصيل بيرد عليه بهي اللي عملتها أقبض عليها حالا. ساعتها بتكون كاميليا راجعة من السفر متدمرة وبتفكر إزاي تقول لبنتها الصغيرة: أبوكي مات ومش هيرجع تاني. وبتفتكر زمان قد إيه كانت متحمسة أول ما وصلت القاهرة، أصلها اسكندرانية. ساعتها كان عندها حلم واحد بس: أنا هبقى ممثلة. وبتبدأ تسترجع الأحداث وقت ما راحت لأول مسرح يقابلها وقابلت عزت، وده مخرج ياما طلع مواهب. وفي لحظة ما شافها وفهم من كلامها معاه إن عندها عزيمة وإصرار، وفضلت تتحايل عليه: لو اديتني فرصة هتكسب كتير قوي، ما تخاطر كده وتجرب. فقرر يراهن عليها ويكسب فيها ثواب، ورشح لها لوكاندا تسكن فيها بما إنها مغتربة اسمها لوكاندة أزهار، تسأل عليها وألف من يدلها. وفعلا سمعت كلامه وراحت على هناك، وقابلتها أزهار صاحبة اللوكاندا اللي قالت لها مفيش ولا أوضة فاضية. بس كاميليا عرفتها: أنا جاي من اسكندرية وماليش حد هنا خالص. وكان وقتها أحمد الورداني اللي شغال هناك طول ما بيتكلموا مش شايل عينه من عليها. وساعتها اقترح على أزهار: ما تساعديها تقعد في أوضة مهرة، ما هم زملاء في نفس الشغلانة عند نفس المخرج. والحل ده عجبها واتفقوا عليه كلهم ما عدا مهرة اللي جت وصوت خناقها جاب آخر الشارع لما عرفت إن الحلوة دي هتشاركها الأوضة. وأول ما كاميليا شافتهم بيتخانقوا بسببها قالت لهم: يا جماعة خلاص أنا هشوف مكان تاني أقعد فيه. ولسه كانت هتاخد بعضها وتمشي، مهرة وقفتها ووافقت تشاركها الأوضة. ومن اليوم ده بدأت صداقتهم وبتخرج من ذكرياتها. وبالفعل أول ما بتوصل بيحطوا الكلبشات في إيديها وبيقبضوا عليها بصفتها المشتبه فيها الأول في القضية، وبيوجهوا لها تهمة قتل جوزها عن سبق إصرار وترصد. وبتبدأ التحقيقات وبيفضل الرائد أكمل يسألها عن كانت فين بالظبط وقت ارتكاب الجريمة، وبياخد منها إجابات مش واضحة. وللسبب ده بيتعصب عليها بس بتقوله مش فاكرة أي حاجة، ويا أخي قدر الموقف اللي أنا فيه. وبيستجوب باقي الشهود وبيجمعوا على إن يومها كانت متعصبة جدا، واللي يقول إنها سافرت الساعة 1:30 واللي يقول إنها سافرت 2:30. أما السواق بتاعها بيقول: أنا دايما بسوق بيها وهي مسافرة، لكن في اليوم ده اتصلت بيها وأصرت إني ما أجيش وقالت هتسوق لوحدها. أما بنتها الصغيرة فبتقول له: مامي كانت متعصبة قوي عشان السواق كلمها وقال لها إن بنته تعبانة ومش هيقدر يجي. ورغم التناقض ده بياخدوا منها عينة وبيسيبوها تمشي لحد ما النتيجة تطلع. وبعدها بترجع البيت وبتقول له أمها وصاحبتها هند اللي في نفس الوقت مديرة أعمالها: أنا ما عملتش حاجة، ومصممين إن قتلتهم وعايزين يهدوني ويشوهوا صورتي قدام الناس. ووقتها هند بتنصحها تقوم محامي كبير يدافع عنها. وفعلا بتكلم كاميليا أكبر محامين الجنايات في البلد عشان يمسكوا قضيتها، وبيقعد معاه المحامي سعيد فرحات وبيقبل يدافع عنها. وبيقول لها: كل ما باخد قضية بسأل الموكل بتاعي سؤال واحد عشان العلاقة بين المحامي والموكل بتاعه تبقى واضحة، فبسألك وبوضوح شديد: انت قتلتيهم يا كاميليا؟ فبترد عليه وهي متأثرة بأكيد لا، أنا كنت بحبهم قوي. وده بياخدنا للحكاية من الأول وقت ما أزهار كانت بتتكلم مع عثمان وبتقول له: أنا عارفة كل حاجة بتحصل في اللوكاندا وتاريخ كل زبون فيها. لكن صدمها وقال لها: انت متاوية مجرم. ولما وراها صورته اتصدمت وطلع أحمد اللي كان مفهمهم إن اسمه حسين، واكتشفت إنه دكتور واخد حكم مؤبد غيابي والشرطة بتدور عليه. وفي بروفة المسرح كان ابتدى عزت يضايق مهرة ويتريق على أدائها، وقال لها: بص لكاميليا وتعلمي منها. قالت له: كاميليا دي اللي اتعلم منها، وبعدين انت وعدتني لو هتعمل مسرحية استعراضية هكون انا بطلتها. بس بيعرفها انه غير رأيه وطلعت احسن منها بكتير، وده بيخليها تتضايق. لكن بعدها بتتكلم معاه وبتقول لها: دي طريقته لما بيحب يعلق واحدة، بيرفعها فوق الكل وبيهزق في الباقي، واول ما ياخد غرضه منها يرميها. وبيطلع الورقة اللي اداها لكاميليا فيها عنوان بيته، ووقتها مهرة بتطمنها ما تقلقش وهي تتصرف. وفعلا بيلاقيها هي اللي طبت عليه، وبتقعد معاه وبتقول: انا بوظت لك خططك مش كده؟
بس بتطلع كانت ظلماه وكان محضر سكريبت لدور جديد لكاميليا وجابها لها صريح إنها ما تنفعش للدور ده، وكاميليا واجهة عنها. وبالليل بتيجي أزهار وبتنادي لأحمد عشان تتكلم معاه وبتسأله إحنا نعرف بعض من قد إيه؟ سنة وشهر مش كده؟ ما قلتليش ليه إنك هربان ومستخبي من الحكومة عندي؟ وعلى طول بتواجهه بصورة الفيش اللي معاها وبتعرفه إن وقت الاستهبال خلص، أنت ولا قريبي ولا أي حاجة وممكن أسلمك دلوقتي حالا، بس في حاجة جوايا بتقولي لأ، احكي لي إيه حكايتك بالظبط. وقتها بيقول لها إن في مسؤول كبير ضرب مراته وعشقها بالرصاص، جولي المستشفى ومعرفتش ألحقهم فطلب مني أبوظ الدليل، ولما رفضت أعمل كده لفقولي جناية كبيرة واتحكم عليها ب25 سنة سجن، يعني حكم مؤبد غيابي، ولو عايزة تسلميني سلميني، بس دي كل الحكاية، وقلت لك الحقيقة وما كدبتش عليكي في حرف واحد. فبتتعاطف معاه وبتفهم إنه مظلوم وبتقرر تتستر عليه. وفي نفس الوقت ده بترجع مهرة وبتحكي لكاميليا إنها مسكت عزت وهزقته ومشيت، ولما بتسألها كان عايز مني إيه بتقولها ما جابش سيرتك أصلا، أنت فاكرة نفسك إيه يعني ما حصلتيش؟ فبتستغرب كاميليا من الأسلوب اللي بتكلمها بيه وإنها متعصبة عليها ومش طايقة لها كلمة، وساعتها مهرة بتصارحها إنه قال لها إنها ما بتعرفش تمثل. وفي اللحظة دي كاميليا بتقول لها إزاي تصدقي المجنون ده، أنت أحسن واحدة بتمثل عنده في الفرقة كلها. وكلامها ده بيهدي مهرة وبيفرحها. وفجأة وهما واقفين بيجي حرامي وبيسرق شنطة كاميليا، لكن ربنا بيوقف لها ولاد الحلال اللي زي أحمد وبيعمل فيها مستر سبايدر مان وبيوقف الحرامي وبيرجع لها شنطتها، وبينجح يكسب بوينت معاه وبتشكره على شهامته وإنه خاطر بحياته عشانها. ومن ناحية تانية بنشوف هند، وأول ما بتلاقي زبون هناك بيتطوح بتساعده، وبنفهم إنه أعمى، وده بقى لواء سابق اسمه عبد الرحمن طفش من مراته وابنه وقرر يعيش لوحده. أما هي فبتشتغل شغلانة مش ولا بد يعني بتبيع نفسها، لكنها بتخبي عليه حقيقتها وبتهتم بيه وبتأكله وهي بتسمع حكاويه، وبالطريقة دي بتهون عليه وحدته. وبعد ما بتفتكر كاميليا جزء من ذكرياتها القديمة بنشوفها وهي منهارة في جنازة جوزها وبتحاول تستوعب إنها خلاص دي آخر مرة هتشوفه فيها وبتودعه للمرة الأخيرة. لكن في الأثناء دي بيكون طلع تقرير الدي ان ايه وبيكون أثبت إن بقع النزيف اللي لقوها في موقع الجريمة وعلى عتبة بيتها تخصها، يعني دلوقتي هي متهمة رسميا في جريمتين قتل وبتؤمر النيابة بالقبض عليها. وبيبعتوا قوة على بيتها بقيادة الضابط أكمل، والغريب لما بتيجي الشغالة وهي بتلطم وبتعرفها إنها مش موجودة يعني هربت، وده بالظبط نفس اللي حصل زمان وقت ما الضابط أكمل اقتحم اللوكاندا في بلاغ يخص الآداب ولقى في أوضتها عزت وهو متعاطى حاجة ونايم هناك، وخدهم واحد ورا التاني وقبضوا عليهم كلهم وأمر إنهم يترموا كلهم في الحجز. وساعتها مهرة فضلت تترجاه ما يبعتهاش هناك لأنها عندها فوبيا من الأماكن المغلقة، وطبعا اتريق واستهزأ بيها، بس كاميليا قالت له حرام عليك انت مش شايف هي عامله ازاي. ولما قال لها ما تيجي تعلميني شغل احسن ردت عليه بان كنت محتاجه اعلمهولك، وما لحقتش تكمل الجمله ونزل بالقلم على وشها، وعمرها ما نسيت القلم ده وقررت تندمه عليه. وبيفهمهم عثمان ان الحكومه ما جاتش هنا غير بسبب احمد الورداني، وعشان كده اتبلوا على البنات ولبسوهم محضر دعاره، والحل واضح لا يسلم احمد نفسه لا يفضلوا حابسينهم. لكن ازهار رفضت الحل ده وطمنت احمد انها تتصرف، وبعدها راحت عند اللواء في الحجز وقالت له قول انت مين وخرجهم وخرج نفسك من الورطه دي. لكنه عرفها انه لما جه وسكن عندها كان ليه شرط واحد محدش يعرف هويته وبيصر على موقفه. وفي اليوم اللي بعده تحولوا على النيابه قدام ابراهيم اللي اتصدم صدمه عمره بمجرد ما لمح ابوه اللي هو واقف قدامه في بلاغ يخص شرطه الاداب، وبيتجمعوا كلهم وبيسالوا ازهار الراجل ده ايه حكايته بالظبط، ده وكيل النيابه تنح اول ما شافه وبقاله يجي ساعه قاعد معاه جوه. في الاول ما بترضاش تقول لهم، ولما بيضغطوا عليها بتعرفهم ان رتبته اللي هو سابق، بس نبه عليها انه مش عايز حد يعرف حقيقته. وفي مكتب ابراهيم بيقول له مهما كان زعلك مننا ما كانش ينفع تسيب البيت، وبنعرف ان من وقت ما اتصاب اثناء وظيفته واتعمى اهله اهملوه وللسبب ده هج منهم. وبيرد عبد الرحمن عليه انا لما البوليس هجم على اللوكاندا كان في بنت غريبه ما اعرفهاش كانت معايا في الاوضه، شافتني مش عارف اكل قعدت معايا وساعدتني، في ناس لسه في قلوبها شفقه ورحمه على زيي، والبنت دي مالهاش ذنب في اللي حصل. اما بالنسبه لكلامك فانا ماليش بيت وساكن في لوكاندا ازهار، وطبعا ما بيقدرش ابراهيم يسجن ابوه وبيفرج عنهم كلهم. ولما بيجي احمد يسلم نفسه بتتصل ازهار عليه وبتبشره ان كلهم خرجوا ومفيش داعي يتهور، وبيقدر يهرب على اخر ثانيه قبل ما الضابط يمسكه. وتاني يوم بيظهر عزت قدام كاميليا لكنها بتقول له عايز ايه بعد الموقف اللي حطتنا فيه بقى، انا اتحط في الحجز مع السوابق وبتوع الدعاره. فبيرد عليها انا ما كنتش في وعي وما اعرفش ايه جابني لعندكم، بس بترفض تسمع اي كلمه منه وبتعرفه ان علاقتها بالمسرح انتهت من النهارده. فبيسيبها وبيروح لمهرة اللي بتاكد له ان حقها تعمل اكتر من كده وانا نفسي مش عايزه اشتغل، وبتشترط عليه انها مستعده تغير رايها في مقابل اعتذار منه قدام الفرقه كلها ودورها يبقى اكبر دور في المسرحيه. وفي اللوكاندا بيجي زوج ومراته ومعاهم بنتهم، وبنلاحظ ان الراجل مش قادر يقف من الالم
ولما أحمد بيقابلهم بيسأل أزهار عنهم، فبتقوله دول قرايب عثمان. وفي نفس اللحظة بيقع الراجل من طوله، وعلى طول أحمد بيجري عليه وبيحاول يعرف إيه مشكلته، ويا ريته ما عرف لأنه بيكشف القميص وبيلاقيه عمل عملية نقل أعضاء. وساعتها بيقول لهم الراجل ده لازم يتنقل المستشفى حالا، بس مراته بتخاف وبتفضل تكرر المستشفى لأ، فبتطلب أزهار منه يتصرف ويعالجه هنا. وبعد كام ساعة بيجي عثمان وبيبقى أحمد فاهم اللي فيها إن دول مش قرايب ولا نيلة، وليه علاقة بتجارة الأعضاء. ومن تحت لتحت بيقول له قريبك حالته خطرة ولازم يتنقل المستشفى لا يفيص في أي لحظة. والتاني بيردها له وبيسأله ما بلغتش البوليس ليه؟ ولا عنك أبلغه منى. وبالطريقة دي بيهدده إنه لو جاب سيرة ما يزعلش بقى لما يتقبض عليه، وبيعرض عليه كمان رشوة، بس أحمد ما بيقبلهاش وبيضطر يسكت. وفي المسرح بتقف مهرة مع البنات وبتطلع إشاعات على كاميليا وعزت وبتحكي إن الشرطة قفشتهم في وضع مخل. وبيجي عزت وهو قلقان وبياخدها على جنب وبيقول لها العرض هيبدأ بعد ربع ساعة والصالة مليانة. وكاميليا فعلا ما جاتش، هنعمل ايه، بس بتصبره انها تيجي. وفي نفس الوقت ده احمد بيقابل كاميليا بالصدفة في الشارع وبيسألها انت بتعملي ايه، مش عندك مسرحية دلوقتي؟ ولما بتعرفوا انها عايزة تدي لعزة الدرس وما تروحش، بيقولها طب والناس ذنبها ايه، مش قعدت تقولي دي فرصتي وهشتهر وابقى نجمة والنور اللي في اخر النفق، جمهوري كنجمة الجماهير مستنيكي. وفعلا بتسمع كلامه وبتروح على المسرح، وده بيطمن عزت اللي كان بعد دقيقة هيتخرب بيته. أما مهرة فبتسألها إيه اللي جابك؟ قالت لها بسبب الجمهور اللي دفع تذاكر. وفجأة بتسمع واحدة من الموجودين معاهم وهي بتقول سمعتوا عن المخرج اللي البوليس قفشه مع الممثلة؟ وفي لحظتها بتبص كاميليا لمهرة وبتفهم إن هي اللي نشرت الإشاعة دي عنها، لأن ما حدش عارف بموضوع القبض عليهم. ومن وقتها حست إنها مش سالكة من ناحيتها، بس مهرة فهمتها إن عادي ممكن يكونوا سمعوا من أي حد ومفيش حاجة بتستخبى. وبتاخد مهرة على قد نيتها لأن عزت بيقعد معاها وبيصدمها إن دورها كان آخر دور ليها، وكل سنة وانت طيبة المسرحية خلصت. وبصراحة مش ناوي اخدك معايا في أي دور تاني لأن كاميليا موجودة. وآخر الليل بيطب الضابط أكمل على اللوكاندا وبيسأل عن أحمد هناك، وبترد أزهار بما عرفوش ولا عمري شفته، فبيلفت نظرها إنه عامل جناية واخد حكم مؤبد واللي هيتستر عليه هيتاخد معاه. وبالرغم من الكلام ده المفروض يرعب أي حد، إلا إن كاميليا بتتحجج بأي حجة وبتسيبهم واقفين مع بعض، وبتجري تحذر أحمد إن الشرطة بتدور عليه وبتهربه من هناك. وبيقعد معاه وبيحكي لها حكايته وهي كمان بتحكي له كل حاجة عنها، وبالطريقة دي بيقربوا من بعض أكتر. وفي وقتنا الحاضر لما إبراهيم بيسأل هند تفتكري إيه اللي وصل العلاقة بين أحمد وكاميليا للقتل، بتقول له كاميليا مستحيل تقتل أحمد لأنه كان الحب الوحيد في حياتها، ومفيش واحدة تعمل كده في الراجل اللي بتحبه. ولسبب ما كلامها ده بيوتره وبيضايقه. وبتقول له أما مهرة فما حبتش في حياتها غير مرة واحدة، والحب ده بقى هو اللي سبب لها كل المشاكل. وبيبقى فاهم هي تقصد مين كويس. وفي اللحظة دي بيفتكر وقت ما خد أمه نرجس وراحوا على اللوكاندا عشان يرجعوا أبوه البيت، وساعتها نرجس شافت جوزها واقف مع هند وبيسألها على فين، فردت علينا رايحة الشغل، وبالله عليك ما تسألني إيه هو الشغل ده. وسابته وركبت في عربية واحد غريب بيشاور لها. والانحدار ده ما بيعجبش نرجس، وبتظهر قدام عبد الرحمن وبتسأله من البرستيتيوت اللي كنت واقف معاها دي، اللي هي بقية هوا يعني. وبتكمل بقى تهزيق فيه إنه قاعد في بنسيون حقير مع راقصات الدرجة الثالثة. فبيقولها الناس دول لقيت منهم إنسانية ما لقيتهاش في بيتك ولا في ولادك، ثم إيه اللي جابك هنا؟ وبتبقى مش جاية عشان سواد عيونه، وبتعرفوا إن بنته جاي لها عريس مستشار في وزارة الخارجية. تحب أطلب منه يجي يطلب إيديها منك هنا، ولا تحترم نفسك ومنصبك وترجع بيتك؟ بس قولا واحدا بيأكد لها أنا مش راجع معاكي، ولو رجعتوني بالعافية هموت نفسي. وبيسيبها وبيخرج للشارع أرحم له منها. وفي الوقت ده كان ابنه قابل مهرة وكانوا بيلطفوا سوا، والظاهر كده الواد هيجلط امه قريب ويعري العيله خالص. بس نرجس بتذبح القطه من اولها وبتقوله انت ايه اللي موقفك مع الاشكال دي، وبتاخده معاها وبتمشي بيه من هناك. وبالليل كاميليا بتاخد راي مهرة تكلم لها عزت عشان يرجعها الفرقه، فعرفتها ان لو عايز يكلمها يكلمها. المهم تسيبها من الكلام ده لان جايب لها عشاء مخصوص. ساعتها كاميليا فرحت وقالت لها انا بحبك قوي لانك طيبه، ولو عندي اخت ما كانتش هتبقى اغلى منك. وما بتاخدش بالها من مهرة وهي بتحط لها منوم في الشاي، وبعد أقل من ساعة بتنام وما بتحسش بالدنيا. في نفس ليلة عرض مسرحيتها الجديدة، وعزت بيبقى قلب الدنيا عليها. وللأسف اليوم بيبوظ والجمهور بيمشي، وفي الأثناء دي عبد الرحمن بيشرب وبيسكر، ولما هند بتجيله بيطلع من جيبه فلوس وبيديها لها، وبيقول لها أنا عرفت أنت بتشتغلي إيه ومش عايز أضيع وقتك، أنا عارف إن وقتك غالي. وطريقته معاها بتخليها مكسورة قدامه، لأنه كان يعتبر العلاقة الإنسانية الوحيدة اللي بريئة في حياتها، لأن حتى أبوها هو اللي مسرحها ومخليها تشتغل الشغلانة دي، لكنها ما بتقبلش تاخد منه مليم واحد. فبيعرفها إنه مش عايز تمثيل، وإن واحدة زيها ما عندهاش إحساس وقلب، أنا أعمى لكن مش غبي. وبترد عليه بإن فعلا أعمى بس أعمى القلب، وبتمشي وتسيبه وهي حزينة ومنهارة. وفي وقتنا هذا بتروح كاميليا عند إبراهيم في المكتب،
وبيتصدم أول ما بيشوفها لدرجة إنه ما بينطقش ولا كلمة، حتى لما بتسأله إزيك بيفضل ساكت. وبعدها بيقول لها إيه ممكن يتقال بعد السنين دي كلها، فبتقول له لقيت نفسي جاية هنا من غير ما أحس، كل اللي فكرت فيه وأنا ماشية في الشارع إن أخلص على نفسي، بس حتى دي ما قدرتش أعملها. وأثر الكلام عليها بإنه لو فاكرة إنه هيساعدها تبقى غلطانة لإنه رجل القانون، لكنها أكدت له إنها جاية أصلا تسلم نفسها. فعلى طول بيمسك التليفون وبيبلغ إنها عنده في المكتب وبيتقبض عليها قدام عينه. وبعد كام يوم بتتحول للنيابة وبتقعد قدامه وبيعرفها إن نسبة الغلط في تحليل الدي ان ايه تعتبر معدومة. يعني أنا لو منك أعترف، فبتقول له أعترف بجريمة ما عملتهاش، أنا بريئة. قال لها بريئة؟ ده أنت دمرتي كل الناس اللي حواليكي، وما كنتش هتصور إنها توصل للقتل. ومهما تحلف له وتعيط قدامه إن استحالة يعني تعمل كده في أبو بنتها، وحتى مهرة اللي أذتها كتير بس مش لدرجة إنها توصل لكده، ما بيصدقهاش. وبنشوفها وقت مسرحي تاني يوم وبتتجنن إنها نامت وفوتت عرض المسرحية، وبتهاون مهرة عليها إنها تروح وتجرب تعتذر لعزت وتستحمله النهاردة. ولما بتعمل كده وبتحكي له إنها نامت بيهزقها وبيطردها من المسرح كله. والحركة دي ما بتعديش على أحمد، وبيفهم على طول إن مهرة اللي وراها، وبيجي يسألها أنت ليه عملتي في البت كده. وقبل ما تمثل إنها ملاك بجناحين بيقول لها وفر الحبتين دول لما تيجي تصيعي، ما تصيعيش على الصايع، نيمتيها ليه؟ بتكرهيها صح؟ بس بترد عليه بإنها بتحبه جدا، فبيسيبها تقنع نفسها بالجملة دي وبيمشي من وشها. وبيجي إبراهيم وأول ما بتشوفه بتقول له أهلا بحبيب ماما، لكنه بيتأسف لها على الموقف البايخ اللي أمه عملته، وبدل ما يصارحها بإعجابه بيها بيقول لها أنا برتاح لك. ودي بقى بدل من كلمة بحبك وكده، لأن تقريبا هي أول واحدة يقف معاها الوقفة دي في حياته، يلا ربنا يوفقهم. وبمناسبة التوفيق بتروح كاميليا ترشح نفسها لدور مهم في السينما على أمل يحصل نصيب ويختاروها. والبداية بتبقى مشرقة لأن الراجل بيتفق يتواصل معاه قريب، وعلى سبيل الصدفة الكونية مهرة هي كمان بتبقى في نفس الوكالة ورايحة تقدم على نفس الدور. وبمجرد ما بتلمحها بتدخل عنده وبتعمل اوديشن، بس بيعرفها انها ممثلة شاطرة، لكن للأسف الدور اتاخد وراح للبنت اللي كانت قبلك على طول. تسكت بقى وتقول حكمة ربنا، لا دي بتقول له كاميليا ممثلة هايلة حبيبتي ربنا يشفيها. سألها ايه عيانة؟ قالت له لا مدمنة. وبكده الدور خلاص ذهب مهب الريح ويديها على قد نيتها دايما. وحتى عزت بيكشفها وبيقعد معاها وبيقولها زميلتك اتضرب فيها مفاجأة وحد ابن حلال سوق سمعتها. تعرف انا كنت بسأل نفسي سؤال، ليه واحدة ملتزمة زيها مرة واحدة تنام وتفوت يوم مهم؟ النهاردة عرفت إجابة السؤال ده، وإجابته هي انتي. وما بتتضايقش انه عرف قد ما بتتضايق انه ناوي يتواصل مع كاميليا وهيتعاونوا سوا من تاني، لكن قدامها بتعمل فيها صاحبة صاحبتها وبتتمنى لها الدور يبقى من نصيبها. وبتقلب وشها اول ما عزت بيكلم كاميليا وبيطلب منها ترجع المسرح. وفي نفس الوقت ده بيجي المهرة مكالمة هي كمان من اخوها العيان وبيناديها لعنده. وبنتفاجئ ان في رجاله محتجزينه، واحد منهم اسمه عصام وبيحبها وتقدم لها ودفع على ابوها المهر، لكن ابوها كله عليه قبل ما يتسجن، يعني ولا رجعت له الفلوس ولا اتجوزها، فقال ينكد عليها ويحتجز اخوها رهينه. واول ما بتروح على هناك بتتصدم بيه في وشها وبيقولها شوفي يا حلو ابوكي خد منها 40 باكو وخلع، مش مشكله تقب بنتي وتختصي وترجعيهم في خلال اسبوع والا هزعل وانا زعلي وحش. وبياخد اخوها معاه وبيسيبها تحلها وتشوف طريقه تنقذه بيها. اما عيله عبد الرحمن فبيبعتوا رجاله ياخدوه اخر الليل بالقوه الجبريه من لوكاندا عشان ينقلوه للمستشفى بدل ما يعرهم قدامنا سايبهم الجدد. وبجمله المصايب بنشوف كاميليا وفي واحد بيعتدي عليها في الضلمه وبيربط ايديها وبيمنعها تصرخ، وبعد ما بينفذ جريمته البشعه بيسيبها مكانها مربوطه من غير ما حد يحس بيها. واول ما مهره بتيجي بتلاقيها متدمره وبتعيط وبتفضل تسالها ايه اللي حصل، ومن حالتها بتستوعب كل حاجه. وبالنسبه للورطه اللي كاميليا حاليا فيها وهي موضوع القبض عليها، بيقعدوا المحامين مع بعض بعد ما عملوا تحريات عن ماضيها وبيوصلوا لنقطه مهمه، ان الضابط اكمل فاروق كان يعرفها من اكتر من 10 سنين وقبض عليها في بلاغ كاذب يخص الاداب، ويومها ضربها بالقلم. بس كاميليا ما نسيتش القلم ده وردته له لما بقت نجمه كبيره وليها علاقات فنقلته للصعيد. والصدفه بقى اللي ممكن ما تطلعش صدفه ان هو نفسه الضابط اللي عين موقع الجريمه، وبما ان في عداوه بينه وبينها ده يفسر ان هو اللي زرع الادله اللي بتودي كاميليا في داهيه بدافع انه ينتقم منها. وبعدها الدنيا بتتقلب وبينتشر في الصحافه خبر ان الشرطه هي اللي لفقت القضيه ضد كاميليا، وده بيصعد الموضوع اكتر. وعشان كده فتحي المحامي بيقعد معاها وبيقولها هروبك وبصماتك واثر نزيفك اللي لقوه في موقع الجريمه بيقللوا فرص انك تطلع من هنا. احنا عملنا اللي علينا واتهمنا للشرطه انها هي اللي لفقت الادله ليكي، هو الطريق اللي هنمشي فيه في القضيه. وللسبب ده محتاجين للمحامي فتحي مندور لان ده تخصصه اصلا، ولازم هو اللي يترفع عنك لان وجودنا وحده مش كفايه، يعني ده املك الوحيد. وفعلا بيسيبها وبيروح يقابله، لكن فتحي بيقول له
أنا عندي شك إن كاميليا مذنبة وهي اللي قتلتهم، ومش هقبل أكون معاكم إلا لما أتأكد إنها بريئة. أنا مش بدافع عن مجرمين. المهم وقت وقوع حادثة الاغتصاب عاشت كاميليا أصعب أيام حياتها، وما كانتش راضية تتكلم مع حد أو تخرج من أوضتها. وراح أحمد وحكى الأزهر على اللي حصل، والتانية قعدت تلطم وسألته مين اللي عمل كده. قال لها ما هي ما تعرفش، نور كان قاطع. واتفقوا سوا إنهم لازم يجيبوا اللي عملها بأي طريقة ويرجعوا لها حقها. وفين وفين على ما رجعت كاميليا لحياتها من تاني. وفي أول عرض مسرحي بعد رجوعها كانت تايهة وناسية الكلام، حتى إنها انسحبت مرة واحدة واعتذروا للجمهور. وبكل هدوء عزت جالها وسألها ممكن تفهميني إيه اللي حصل؟ بس قالت له أنا آسفة مش قادرة وتعبانة، حقك عليا. وما جابتش سيرة لأي حد بره دايرة القريبين ليها، واللي من ضمنهم أحمد اللي ما بترتاحش غير وهي معاه. وبتقول أنا بقيت خايفة ومرعوبة من كل الناس ومش حاسة بأمان وصعب أرجع طبيعية زي الأول. وساعتها بيدعمها وبيقول لها اللي عمل كده ده حيوان، وانا مش ههدى غير لما اخد لك حقك، وحياتك عندي لا اجيبهولك لحد عندك. وكلامه ده بيقدر يطمنها وبيهديها، لكنه ما بيكتفيش بكده، وبيكمل دور الشهامه معاها للاخر وبيفتش في الاوضه. ووقتها بيلاقي زرار قميص وموبايل تحت السرير، وطبعا دول يخصوا المجرم. وبيبقى نجح يوصل لاول طرف الخيط. وفي وسط كل اللي هم فيه مهرة بتسألها انت في حاجة بينك وبينه؟ قالت لها كتر خيره بيحاول يساعدني في المصيبة بتاعتي. بس مهرة بتقولها ما هي دايما بتبدأ كده، وخدي بالك اللي عمل فيكي كده هو حد من الفندق، يعني ممكن جدا يكون هو. وبيلف حواليك عشان يبعد الشبهة عنه. وما بيبقاش عند كاميليا طاقة تصد معاها، لأنها عارفة إنها تملي مخونة كل الناس وشايفاهم وراهم حاجة ومش سالكين. لكن ظنونها ما بتبقاش في محلها. وبيقدر أحمد يلاقي صاحب التليفون، وبيعرف عنوان المحل بتاعه، وبيستناه آخر الليل وبيفقده وعيه. وفي السكرتة بياخده على الفندق وبيسيبه هناك لحد ما تيجي كاميليا تقرر هتعمل فيه إيه. ولما بيخرج من الأوضة بيسأل مهرة عليها، فبتقول له خدها الغراب وطار ودلوقتي بتتعشى مع رجل أعمال، وافهم انت بقى. وبيفتكرها غيرانة منها بس بتعرفه إن هي دي الحقيقة. وبالنسبة لفتحي منظور فبيجي لها زيارة عشان يحكم بنفسه هي بتقول الحقيقة ولا لأ. وأول ما بتشوفه بتحس إن اترمى لها طوق النجاة، إن الراجل ده نادرا لو خسر قضية. وبتقول له انقذني خرجني من هنا، أنا هموت لو قعدت يوم زيادة. وأيا كان هتستلم القضية ولا هتتخلى عني، عايزاك تتأكد من حاجة، أحمد ده كان أغلى واحد في حياتي، ده مش بس أبو بنتي، ده كان حب عمري كله. وبتحلفه إنها ما قتلتوش وهي منهارة قدامه. وساعتها بيتأكد إنها بريئة وبيوافق يدافع عنها. أما بنتها فبتتحايل على السواق يوديها عند الضباط الأشرار في النيابة، وبيوديها عند إبراهيم وبتقعد قدامه بتعرفه بنفسها. وبكل براءة بتقول أنا سمعت اللي عايز يشوف حد محبوس لازم ياخد إذن النيابة، وماما وحشتني وعايز أشوفها. وبيسألها يعني أنت جاية هنا عشان تاخدي إذن النيابة؟ قالت له أيوه. وبيمشي لها الأمور بنفس السهولة اللي هي متخيلاها. وبياخدها بنفسه عند أمها اللي بتفضل شايله له الجميل ده وبتشكره من كل قلبها. بس بيبقى على نفس موقفه وبيعرفها ومش طايقها إن مفيش قانون يمنعها تشوف بنتها، وعمل كده عشان خاطر البنت. وبنرجع عند أحمد اللي كان قاعد وحاطط إيده على خده بعد ما عرف إن كاميليا طارت منه. وساعتها أزهر بتقوله أنت هتفضل قاعد حاطط إيدك على خدك كده؟ ولما سألها عايزين أعمل إيه يعني؟ قالت له زي أي راجل بيعمل، تروح تجيبها من شعرها، البت بتحبك بس مش عارفة بتعمل إيه وهي في دوامة من اللي جرالها، ولو ما رحت لهاش تبقى ما بتحبهاش. وكلامها بيصحي فيه روح سبايدر مان بتاعت زمان، وبيركب المكنة بتاعته وطيران على الفندق اللي هي فيه. وبدون مقدمات بيظهر قدامها في الوقت المناسب، لأن كارت أوضة رجل الأعمال اللي مستنيها محطوط على الترابيزة. وبياخدها وهي سكرانة ومش حاسة بالدنيا. وبعد شوية لما بتفوق بيهزقها وبيقولها أنت عبيطة، فاكراها ينتج لك فيلم؟ أنت عبيطة مش شايفة نفسك عاملة إزاي؟ فبتجيله بقى من ناحية هو أنت كنت ولي أمري؟ قال لها أتمنى. وقبل ما تسأل وتقول اشمعنى بينطق بالقاضية وبيعترف لها بمشاعره. وبتفضل بصاله وهو غيران عليها وبيعرفها إنه مش مستحمل يشوفها قاعدة مع واحد تاني ويقرب منها ولا يلمسها. وردها عليه هي إن بتقول فوق من اللي أنت فيه واخرج من بحر الأحلام ده، إحنا عايشين في زمن الكابوس، زمن الناس اللي لفقوا لك حكم مؤبد، والمجرم اللي اعتدى عليا وما عرفتش حتى هو مين. لكن بيبشرها إنه عرفه وعلى طول بياخدها معاه وبيوريه لها وهو متكتف قدام عينيها. وبعدها بيشيل البلاستر من عليه، والراجل بينطق إنه ما يعرفهاش حتى لما بيواجهه بالموبايل بتاعه. بيفضل ينكر وبيحلف لهم إن الموبايل اتسرق منه وإنه بيقول الحقيقة وعنده بنت يخاف يعمل حاجة تترد له فيها. وبيسيبها أحمد تقرر الطريقة اللي عايزة تجيب حقها بيها، لكنها بترد عليه بسيبه يمشي وبتبقى خايفة تظلمه لما يطلعش هو. بس أحمد بيصمم يبعت يجيب أبوه وبنته على اللوكاندا، ومهما الواد يحلف وبيقول لهم أنا عيان أرجوك سيبوني أنا ما عملتش حاجة، أحمد ما بيصدقوش لحد ما فجأة بيفقد الوعي وبيفتكروا تعيش أنت وبيوع قلبهم. وفي التو واللحظة بيجري أحمد لأقرب صيدلية وبيغرز إبرة وشوية وبيفوق. وساعتها كاميليا بتحذر أحمد يجيب سيرة بأي حاجة ويطلعه بصورة وحشة قدام أهله. وفعلا أول ما بيجوا بيألف قصة إنه نزيل في اللوكاندا وتعب مرة واحدة وبيطمنهم عليه، وهي كمان بتطمن بنته عليه.
ولما بيمشوا بتقف هي وأزهار وبيلوموه على الحركة المتهورة اللي هو عملها، وبتقول له أنا نفسي أخنق اللي عمل كده بإيدي، بس ده مش معناه كده إن أظلم حد بريء، ويا ريت تبعد عني ومالكش دعوة بيا خالص. وبعد شوية بتدخل لها أزهار وبتعاتبها على الكلمتين اللي قالتهم لأحمد، وبتقول لها أنت عارفة إنه بيحبك وأنا عملت له بدل الاختبار 10 قبل ما أشغله هنا، ولو ما كنتش واثقة إنه طيب وابن حلال ما كنتش شغلته هنا معايا، واللي قدامي دي مش كاميليا اللي شفتها في أول يوم جيتي فيه على اللوكاندا. فبتقول لها أنا خلاص ما بقتش آمن للرجالة، ومن يوم الحادثة ما بقتش أحب حد، وكاميليا بتاعت زمان دي ماتت، اللي قدامك دي واحدة جواها كره وغل لكل الناس ومش هتسيب حقي. وفي اليوم اللي بعده بتروح لشقة أبوها وما بتبقاش طايقة أمها وبتديها كلام زي الزفت بسبب إنها اتجوزت بعد أبوها بعيل أصغر منها يجي 30 سنة، وبتقول لها أي ست محترمة مكانك ما كانتش هتتجوز. ولما أمها بتلفت نظرها إنها قاسية جدا عليها وكرهاها، بترد عليها أنا ما بكرهكيش، بكره اليوم اللي كنت فيه بنتك. وبسبب كلامها بيحصل لأمها نوبة قلبية شديدة وحالتها بتبقى حرجة. والصبح بيجي الدكتور وبيبلغها إن أمها عندها 3 شرايين ضيقة وواحد مقفول، ولازم تعمل عملية في أسرع وقت وإلا خطر على حياتها. وبتسأله هتتكلف كام، بيقولها 60,000 جنيه، وما بتبقاش عارفة تجيبهم منين. وبنشوفها وهي ندمانة على كل كلمة قالتها لها وكل السنين اللي قطعتها وبعدت عنها فيها. وفي لحظة ما بترجع البيت بتلاقي جوز أمها اللي ما يتسمى جايب واحدة تانية الشقة في غيابها، فبتطرده طردة الكلاب وهي معاه وبتخلص أمها من أذاه. وتاني يوم بترجع اللوكاندا وبتقول لأحمد أمي بتموت قدامي وأنا مش عارفة أعمل لها حاجة، والعملية هتتكلف فلوس كتير. وكلامها ده بيسمعه عثمان اللي واقف من بعيد وبيتنصت على الباب وهي بتقول أنا ممكن أعمل أي حاجة عشان أمي تقوم بالسلامة. وأحمد بيقول لها أنا ما عنديش حل لمشكلتك، لكني حليت مشكلتك الأولى ولقيت لك الشخص اللي عمل فيه كده. وبياخدها معاه المكان بيته، بس بيظهر لها واحد وبيثبتها، وعلى طول بيجي أحمد وبيخلصها من إيده وبيطلع هو ده الشخص اللي بيدور عليه. وبيواجهه بالتليفون وبيسأله مش التليفون ده بتاعك، لكن بيقوله ده قعد معايا ساعتين زمن وجات الحكومة وفي واحد من المخبرين طمع فيه وخده. وفي نفس اليوم بيشدوا معاهم قدام باب القسم عشان يتعرف عليه. والصدمة بقى لما بيشاور لهم عليه وبيطلع قصده على عثمان، ووقتها بيبص كل واحد فيهم للتاني ومش مستوعب ان اللي اعتدى عليه هو نفسه عثمان. ولما بترجع اللوكاندا بتحكي المهرة اللي بتتصدم هي كمان، وبتقول انا عمري ما ارتحت له، دايما كنت اشوف في عينيه الغدر. وبتقترح عليها انهم لازم يقولوا الازهار، بس كاميليا بتقولها لا طبعا ما تعمليش كده، لو عرفت هتتخانق معاه وهتطرده. فبتسألها ناوي على ايه، قالت لها هقتله. وبالليل بيظهر لها زي عفريت العلبة وبيقول لها ألف سلامة على والدتك، أنا عارف إن العملية هتكلف فلوس كتير وأنا أقدر أساعد. وبتحاول تيجي على نفسها عشان ما ياخدش باله إنها مش طايقاه، وبتسأله هتساعد إزاي يعني. وساعتها بيكشف نفسه قدامها وبيوضح لها أنت ما بقيتيش صغيرة وعارف إن مفيش حاجة ببلاش. وبيمسك التليفون وبيعرفها إن الولد ده لو ما عملش عملية زرع كلية هيموت، وأمك لو ما عملتش العملية هتموت، لكن في حل هيخلي الاتنين يعيشوا، إن ناخد الكلية دي منك أنت وبكده الكل هيستفاد. وعلى الناحية التانية بيفضل عصام يهدد مهرة وبيقول لها كل يوم تأخير هيطير فيه صباع من صباع أخوكي. فبترد عليه لو أنت عايز تتجوزني يا سيدي أنا موافقة، بس بيعرفها إن الكلام ده فات أوانه وكان زمان وجبر، دلوقتي أنا عايز فلوسي. وأول حاجة بتعملها لما بترجع اللوكاندا بتزن على كاميليا تقبل عرض عثمان، وبتقول لأحمد مش هينفعك، لو أمك جرالها حاجة لازم توافقي لأن مفيش حل تاني، بس على شرط الفلوس تبقى معاك الليلة وتبات في حضنك عشان تبقي مطمنة. وفعلا بتقتنع بكلامها وبتقابل عثمان وبتبلغه إنها موافقة وبتعرفوا شرطها. وعلى الرغم من ده ما عملوش قبل كده الا انه بيوافق يديها الفلوس مقدما. وبعدها بيروح وبيقول لاحمد طلعت عاقله وعارفه مصلحتها كويس، ولما بيهدده يبعد عنها ويسيبها في حالها بيقول له بما انك حبيب كده ما تعملها انت العمليه واضمن سلامتها. ومن خوفه عليها لا الدكتور التاني يضيعها بيسكت وبيقبل. وبالليل بعد ما كاميليا خدت الفلوس ونيمتهم في حضنها زي ما نصحتها، مره واحده بتتسحب مهره وبكل هدوء بتاخد مقص وبتقطع ايد الشنطه اللي كاميليا ماسكاها بعزم ما فيها، وبتاخدها من غير ما تحس بأي حاجة عشان تروح وتنقذ أخوها. والصبح بتصحى كاميليا وبتتصدم صدمة عمرها لما بتلاقي إيد الشنطة بس اللي في إيدها والفلوس اتسرقت، وبتقلب الدنيا يمين شمال وفي الآخر بتتصل بيها، لكن اللي بيرد هو أخوها وبيقول لها هم سايبيني وبيعدوا الفلوس جوه عشان عصام كان خاطفني. وبالطريقة دي بتستوعب كاميليا كل حاجة وإن مهرة أكتر واحدة كانت واثقة فيها خانتها وهي اللي سرقتها. ومن بعيد بيسمع عثمان الندب بتاعها وبيجي وبيقول لها بصي يا بنت الناس أنا ما قصرتش معاكي في حاجة، الفلوس اتسرقت ما اتسرقتش هتعملي العملية. وعلى آخر النهار لما مهرة بترجع بتسألها كنت فين، بتكذب عليها بإن أخوها كان عيان وبتمثل إنها مندهشة لما بتعرف إنها اتسرقت. بس كاميليا بتواجهها وبتقول لها كفاية كدب بقى، عملتي كده ليه؟ أنا لسه مكلمة أخوكي وقال لي إنك دفعت 40,000 جنيه لواحد اسمه عصام، جبتيهم منين يا ست هانم؟ ده كل المصايب اللي بتحصل لي كنت بدور على 100 سبب إلا أنت، وما كنتش عارف إنك حقيرة وزبالة للدرجة دي، إزاي تسرقي فلوس عملية أمي؟ فبتعترف مهرة إنها فعلا عملت كده،
وبتقولها صحيح بحب امك بس هي ست كبيره، اما اخويا لسه صغير والدنيا قدامه كانوا هيقتلوه. وعلى طول كاميليا بتنزل على وشها بقلم ردا على كلامها وكل اللي عملته فيها. وتاني يوم بيجي عثمان وبيلاقي احمد خلاص جاهز كاميليا للعمليه، وبيتبسط وبيدي لاحمد باسبور جديد وبيحاسبه. وقبل ما يمشي احمد بيقول له استنى هنا، انت رايح فين؟ واقف ساعدني. وبيساله انت هتسلم الكليه دي فين؟ ولما بيرد بنت مالك بيلفت نظره انه بيتكلم عشان لو اتاخرت 40 دقيقه مش تبقى نافعه. وساعتها عثمان بيجاوبه بانه هيسلمها لواحده ست في المطعم اللي جنب اللوكاندا. وفي اللحظه اللي بيقف فيها جنب كاميليا بيغدر بيه وبيدب ابره في رقبته، اما هي ففي ثانيه الا ثانيه بتفوق. وبيطلعوا متفقين من الاول، ومن حفر حفره لاخيه وقع فيها زي عمنا عثمان كده، لان احمد بيستعد يطلع الكليه دي من احشائه هو عشان يبيعوها وياخدوا الفلوس وبالطريقه دي تنقذ امها. وبعد ما بيخلص بيسلمها الكليه بهدف تروح تديها للست وتاخد الفلوس وتيجي على ما هو يقفل الجرح. وفعلا بتاخدها وبتجري الامور زي ما خططوا لها، على اختلاف واحد: عثمان مات بعد ما اتصفى خالص وما قدرش يستحمل. واول ما بتشوف المشهد ده قدامها بتفضل تندب وتصوت. وساعتها احمد بيتنرفز عليها وبيقول لها انت مالكيش دعوه وانا اللي مسؤول عن كل حاجه. وبيستجدع معاها وبيستعد يداري هو المصيبه دي، وبيلفوا في بطانيه وبيروح يدفنوه في مكان بعيد عن الانظار. والموقف ده بيبقى صعب على كاميليا، فبيفكرها انه ما كانش حد عادل، يعني ده كان مجرم. وبيتفق معاها تنسى كل اللي حصل ويحفظوا السر وما يخرجش بينهم. وبعدها بيرجع احمد اللوكاندا وهو مبهدل ومطرب، ووقتها بيبرر لازهار اللي واقفه وبصله بنظرات مش فاهم معناها، وبيعرفها ان العربيه بتاعتها عملتها معاه عطلت، لكنها برضه بتقف ساكته. واللحظه دي بتبقى صعبه عليها وما بتردش عليه. واذ فجاه بنلاقي الشرطه ظهرت من وراه وجايين عشان يقبضوا عليه بعد ما اجبروها تسلمه، وبيتقبض عليه قدام عينيها. وعين كاميليا اللي هربت بسرعه وخافت لا يكونوا عرفوا كمان بالمصيبه اللي عملوها. اصيله يا كاميليا والله. والصبح الضابط بيساله عن عثمان اللي اختفى مره واحده وما يعرفش عنه حاجه، وبيحقق اكمل معاه وبيقول سبحان الله كان اخر حاجه قالها لي انك موجود في اللوكاندا ودلوقتي هو مختفي ومش عارفين نوصل له. ده غير حاجه تانية، ان العصفوره قالت لي ان عثمان كان ليه علاقه بتجاره الاعضاء ودفع 60,000 جنيه لكاميليا عشان يعمل لها عمليه نقل كليه. ويشاء السميع العليم يوم العمليه عثمان يختفي. وساله عندك اللي بيحصل ده تفسير؟ قال له علم علمك يا باشا. عرفه بقى ان عنده تفسير: عثمان اتقتل وكاميليا هي اللي قتلته وانت ساعدتها. وديته جثته فين يا احمد يا ورداني؟ لكن احمد بينكر كل حاجه وبيثبت على موقفه. اما كاميليا فبتعمل العمليه لامها وبتنقذ حياتها وبتفضل جنبها لحد ما بتيجي الشرطه وبيقولوا لها اتفضلي معانا على الاسم. وفي الوقت اللي هي مستنيه الضابط اكمل يجي كان هو جات له اخباريه ان في فلاحين لقوا جثه مدفونه في الارض، واللي عمل حسابه لايه؟ لانها طلعت فعلا جثه عثمان. وبيقول اللي عايزين يخلصوا منك كتير، لكن يا ترى مين اللي عملها؟ وفي المشرحه الدكتور بيقول له الوفاه حصلت من يومين، ده غير ان اتعمل له عمليه نقل كلى قبل ما يموت وهي اللي تسببت في وفاته. وبعدها بيدخل كاميليا عنده وبيقول لها بنت الحلال انا لسه جاي من المشرحه والدكتور قال لي حاجه غريبه قوي، وهي ان اتعمل له عمليه نقل كلى قبل ما يموت. بصراحه مش فاهم حاجه، هو انت اللي اتعمل لك العمليه ولا هو؟ اصل مهره قالت لي كلام تاني خالص. وبتبقى هي اللي بلغت عنهم بعد ما كاميليا علمت على وشها بالقلم. فبيسالها لما عثمان هو اللي عمل العمليه جبت فلوس عمليه القلب لامك منين؟ وساعتها بتتوتر وبتحاول تحافظ على ثباتها قدامه، لكنه بيفسر كل حاجه بان العمليه بتاعت عثمان محتاجه دكتور، واحمد الورداني دكتور وساعدتوا بعض وعملتوا العمليه وبعتوها بعد ما اتكل بالسلامه وخدتوا الفلوس. ورغم تحليله اللي في الجون الا انه ما بيقدرش يثبت عليها حاجه، وبيضطر يسيبها تمشي لحد ما يوصل للزبونه اللي باعوا لها الكليه. وبالنسبه لاحمد فبيترحل للسجن عشان الحكم اللي كان هربان منه. وبعد كام يوم بتيجي فرصه لكاميليا الفيلم السينمائي، ومهره هي كمان بتجيلها نفس الفرصه بعد ما ابراهيم دلها عليها. وعلى حظهم انهم هيكونوا مع بعض في الفيلم نفسه. ولما كل واحده فيهم بتعترض بتفتكر العقد اللي ماضته والشرط الجزائي فبيتقبلوا الامر الواقع. وفعلا بيبداوا تصوير، ووقتها كاميليا بتروح لها وبتقول لها بصي بقى عشان نبقى متفقين، لا انت بتطيقيني ولا انا بطيقك، بس الفيلم ده فرصه لينا احنا الاثنين، لو نجح هنكبر معاه ولو رشق في حيطه محدش هيعبرنا ولا يجيبنا كومبارس حتى. وانت ممثله جامده وده رايي فيك، بس يا ريت بقى تخفي المكياج اللي انت حاطاه ده مش دور بلياتش هو. وبيستعدوا بقى لاول دور مهم في حياتهم. وفي مكان تاني خالص بنشوف خالد رئيس تحرير جريده كبيره وهو بيشوف الخبر اللي بتحضر له صحفيه عنده، وبيلمح صوره كاميليا ومهره وبيسالها مين دول؟ قالت له 2 ممثلات جدد جايين من مسرح وبيعملوا دلوقتي فيلم بس هايلين. وبعد ما كانت هتكتب مقال تشكر فيهم بيشاور لها على كاميليا وبيقول لها انسي جو جميله وموهوبه ده خالص، عايزك تكتبي انها مش نافعه واخده فرصه ما تستاهلهاش. ومن تاني يوم الخبر بيسمع وحبيبتها مهره بتشمت فيها، واول ما بتشوفها بتقول لها كوكي حبيبتي قريتي الجرايد النهارده؟ كاتبين عنك كلام حلو قوي تستاهليه، انك نحس وهتضيع فلوس المنتجه وانك خايبه وما بتعرفيش تمثلي، كل الكلام الحقيقي ده. وعلى طول كاميليا بتاخد في وشها وبتروح للصحفيه وهي بتزعق وبتسالها ايه اللي انت كتبتيه عني ده؟
وقتها خالد بياخدها عنده مكتبه عشان يهديها وبيعرفها إنه هيخليها تنزل اعتذار صفحة كاملة مع صورة كبيرة ليها، وده كله عشان خاطرها. وبتفرح لكنها بتقوله أنا عايز أفهم الصحفية دي ليه كتبت الخبر ده ومين اللي قالها تعمل كده. قال لها أنا لأني كنت عايز أشوفك وما لقيتش طريقة تانية تيجي بيها الجورنال غير دي. وردها عليه إنها بتمشي وتسيبه، ما هي مش ناقصة جنان بقى. وعلى الناحية التانية بنشوف هند بعد ما الدنيا لطشت بيها واكتشفت إنها حامل من واحد ما تعرفوش حتى، بس قررت تحتفظ بالعيل لأن ملوش ذنب في أي حاجة. وساعتها بيجي لها اللواء عبد الرحمن بعد ما قدر يخرج من المستشفى ويرجع لوكاندا، وبيتصالحوا أخيرا. وبتقول له أنا لقيت فيك حنية أبويا اللي ما شفتهاش، وبتحس إن الزمن عوضها. وبمناسبة العوض إبراهيم بيعرض على مهرة الجواز ومن غير ما تفكر حتى بتقبل على طول. وبعد كام يوم قدر أكمل يوصل لشريفة الست اللي خدت منها الكلية، وبيحط الجمل قدام الجمال وبيسألهم شفتوا بعض قبل كده؟ وكل واحدة فيهم بتنكر. وسيربرايز بيحط قدامهم فيديو كاميرات المراقبة في المطعم وقت ما حصل التسليم، وبيتوتروا هما الاتنين وبيستعد بقى يفتح محضر من أول وجديد. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. بيناديه رئيسه وبيقولوا أنت عارف دي مرات مين؟ وكل ده عشان إيه يا عثمان؟ ده واد مجرم وراح مطرح ما راح. وبيأمر يسيب الست دي ترجع بيتها ويقفل القضية وينساها خالص. وبكده بتنفد كاميليا من الورطة دي كلها. أما خالد فبيفضل يشغلها وبيطلب منها يتقابلوا، وواضح كده إن السنارة غمزت. وفعلا بيقعدوا سوا وما بيضيعش وقت، وبيقول أنا معجب بيكي، وده على لحظة وصول مراته اللي بتطب عليهم وبتبوظ الليلة كلها وبتخلي كاميليا تقوم وهي مهزقاه. والصبح بيجي لها وبيعرفها ان هو ومراته متفقين على الطلاق، بس قالت له والله تطلقها بقى ما تطلقهاش دي حاجة ما تخصنيش. بس رد عليها بان يخصها جدا لانه عايز يتجوزها. وفي ليلة عرض الفيلم بنشوف مهرة وكاميليا هما متوترين وشايفين شباك التذاكر عليه اقبال وبيبقوا قلقانين من النتيجة. لكن بعد العرض الاول الكل بيخرج مبسوط ما عدا مهرة اللي بتشوف الجمهور كله حوالين كاميليا وبيتصوروا معاها وبيهنوها وكأنها هي لوحدها اللي كانت في الفيلم. حتى خالد بيبقى هناك وبيكون فخور بيها، وبعدها بيخلوا الفرحة فرحتين وبيتجوزوا. وعلى الناحية التانية إبراهيم بياخد مهرة على الفيلا عشان يفرجها عليها، وبتقعد مع عمه اللي بتبص لها بقرف وبتتكلم في وجود ابنها، وبتقول لها أنا أبويا باشا وأخويا مستشار، تقدري تقولي لي بقى أولادك هيبقى مين خالهم ومين جدهم؟ أنا ما أقصدش التجريح ولا الإهانة، أصل الجواز أساسه التكافؤ قد بعض، وإنتي مش كفء لإبراهيم وأقل منه في كل حاجة. وبعد وصل التهزيق دي بتسيبهم لوحدهم، وساعتها بيعتذر لها لكن مهرة بتقول له امك بتقول الحقيقه انا ما نفعكش، بس بيأكد لها انه بيحبها ومصمم يتجوزها، وفعلا بيتجوزوا في السر. اما بقى خالد فمهرة بتعمل مكالمه تليفون ليه وبتسخنه ان مراته ماشيه مع المخرج. وفي وقت ما بترجع البيت بيقعد معاها وبيقولها انت لازم تبطلي الشغل عشان فيما بعد هتخلفي ولازم تتفرغي للعيال. قالت له لما نيجي بقى لفيما بعد بتاعتك دي نبقى نشوف. وبيفضل ينط لها في الاستوديو وما بيبقاش راضي عليها بتعمله، وبيدب معاها خناقه تانية لما بيرجعوا البيت. وبيبدأ يحط لها حبوب في العصير يوميا من غير ما تاخد بالها، وبيفضل يقعد معاها ويسمعها وهي بتحكي ان نفسها يبقى عندها عيال كتير يلموا البيت عليهم. قال لها وانا كمان نفسي ده يحصل جدا. واول ما بتعرف ان مهرة مترشحه معاها هي وكذا حد لجائزه احسن ممثله، بتقرر تطلع القديم عليها وبتشلف لها في الجرايد انها سرقت فلوس عمليه امها. وده بيخلي مهرة ما تسكتش وبتفضحها انها كانت متورطه في بلاغ يخص الاداب وجريمه قتل. وبكده بتبتدي الحرب البارده بينهم، على اختلاف ان هما الاتنين دلوقتي بقوا مشهورين لكن ولا بيهمهم. وبيجي ابراهيم وبيقول لمهرة انا صرحت امي اننا اتجوزنا وعرفت اقنعها والحمد لله وافقت على جوازنا، حتى بعتلك الاسوره الالماس دي هديه، وخلي بالك دي غاليه عليها جدا عشان بتاعت جدتي، ويلا بينا بقى عشان هتعيشي في الفيلا معانا. وفرحتها دي ما بتستمرش كتير لان حماتها ربنا يديها على قد نيتها بتكون في الوقت ده في اسم الشرطه وبتبلغ ان الاسوره بتاعتها اتسرقت وهي عارفه مين اللي سرقها. وشويه وبتيجي ومعاها قوه من الشرطه وبيقبضوا على مهرة مرات ابنها وبيلبسوها الاساور الحقيقيه وبترزع الباب من وراها. اما بقى كاميليا فبعد مده بتكشف عند دكتوره وبتبقى قلقانه بسبب تاخر الحمل، وبعد ما بتطلع التحليل بتصدمها وبتقول لها ظاهر انك بتاخدي حبوب منع حمل وبكميات كبيره، ودي مش بس بتمنع الحمل وتاخره سنين، دي ممكن تسبب لك جلطه في القلب او المخ. وخلاص بتبقى هتتجنن وبتحكي لامها، فبتلفت نظرها ان هو جوزها مفيش غيره، مش عايز عياله ومستكفي من عياله من مراته الاولى. وده بيخليها تشك فيه وبتفضل تراقب تصرفاته لحد ما بتلاقي تحت مخدته في شريط منع الحمل وبتتاكد من ظنونها. وفي اللحظه المناسبه بتقعد معاه وبتقول له واحده صاحبتي اكتشفت ان جوزها بيحط لها حبوب حمل في العصير، قد ايه زباله ومش بني ادم مش كده؟ فبيفهم على طول انها كشفته وبيقول انا اتجوزتك عشان عايزه اتبسط مش هجيب عيال واقرف نفسي بتربيتهم. ولما بتطرده بيعرفها ان كتب الفيلا باسمها بس ما خدتش بالها انه مضيع على وصل امانه ب3 اضعاف ثمنها، فانت بقى نطلق الا لو دفعت الفلوس طبعا. لكن العين بالعين والبادي اظلم بتدوام من نفس الكيس. وفي حين انه بيندب ان مراته الاولى شردته وفضحت كل عمايله السودا ونشرتها، الا ان كاميليا بتكمل عليه وبتقوله ما تشغلش بالك لانك بتموت،
وانا حطيت لك من نفس الهباب اللي كنت بتحط لي منه، وبتأمره يديها وصل الامانه اللي مضاها عليه لان مفيش حد هينقذه غيرها، فبيضطر يديهولها وبينقذ نفسه. والصبح بتحط له شنطه هدومه على باب الفيلا وبتقول له اطلع بره ومش عايز اشوف وشك تاني، وبتطرده من حياتها كلها. وبالنسبه لابراهيم ومهره، فبعد ما بيخرجها من الاسم بتصر على الطلاق وبيطلقوا، وبترفض اي محاوله منه انه يرجع لها، وبتقول له انت عايز امك تلبسني قضيه تانيه؟ ومهما يوعدها ويقول لها انا مش هخلي امي تتدخل في حياتنا من تاني، بتقول له خلاص ما بقاش عندي اي ثقه فيك وموضوعنا انتهى. وبربطه المعلم كده بتروح كاميليا هي وخالد عند ابراهيم وكيل النيابه اللي بيقول له فعلا الفيلا باسمها ومفيش حاجه بتثبت كلامك ومضطر احفظ المحضر بتاعك، وبينصحهم يحلوا امورهم. وفي الاخر بيوافق خالد على انه يطلقها. وبعد الموقف ده بتبدا كاميليا تقرب من ابراهيم وبتشكره وبتقول له انت لولاك ما كنتش هقدر اخلص منه خالص، وبتعزمه على افتتاح فيلمها الجديد. وطبعا في الاول بتكون عملت كده عشان تضايق كاميليا، لكن هما الاتنين بيحصل بينهم اعجاب متبادل. وتاني يوم بتجيلها ازهار وبتزورها في الفيلا، وبيكونوا بقالهم مده ما شافوش بعض. وساعتها ازهار بتصارحها انها جايه لها بخصوص احمد. واول ما كاميليا بتسمع اسمه ملامحها بتتغير، وعلى طول بتسالها ايه بطلت تحبيه ونسيتيه؟ بس بتقولها انا عمري ما نسيته لحظه، احمد ده اكتر واحد وقف جنبي في حياتي. وبتستغرب طالما بتحبه قوي كده ليه ما زارتوش في السجن ولو لمره؟ فبتجاوبها ان ما كانش ينفع، وبتعتبره خلاص مرحله وانتهت من حياتها. ووقتها ازهار بتطلب منها تستغل علاقتها وتشوف طريقه تخرجوا بيها لانها عارفه كويس انه اتظلم. وبتقرر كاميليا ترد له الجميل، وبتقدر توصل لشاهد الزور في القضيه بتاعت زمان. وبتقوله انت شهدت في القضيه دي زور، واكيد ظروف مرضك دلوقتي عرفتك انك غلطت في حق احمد، بس ما فاتش الوقت انك تصلح غلطتك وتشهد بالحق. وبتعرض عليه فلوس ودخل ثابت ليه هو واسرته، فبيوافق. وبيخرج احمد من السجن اخيرا بعد 5 سنين. واول ما بيخرج مع ازهار وبيسالها عن كاميليا، ساعتها بتستغرب ان كل ده ولسه بيحبها، وبتصدمه انها على وشك تتجوز تاني، يعني يا تلحقها يا ما تلحقهاش. وبالليل بتيجي مهرة عند كاميليا بعد ما عرفت انها بتلف على طليقها، وبتقولها مالكيش دعوه بابراهيم وبعدي عنه، لان اللي بينا كوم وابراهيم كوم. وكلامها ده بيخليها تعند اكتر، وبترد عليه بانه محترم وابن ناس وكان واقع في بلاعه وربنا نجاه منها، ومحتاج لنجمه كبيره بنت ناس زيه وتفهمه وتقدره. وقبل ما تمشي مهرة بتهددها ان زعلها وحش ويا ريت تتلاشى اي حاجه بتزعلها لانها مش قدها. لكن كاميليا بتكون خلاص وقعت ابراهيم في حبها وبتقرر تتجوزه، وبنشوفها وهي بتعمل بروفا لفستان الفرح. وفي محاكمه كاميليا بيسال المحامي فتحي مندور مسؤول الطب الشرعي عينه النزيف اللي لقوها في موقع النزيف وصلت لايدك ازاي؟ وبيرد عليه بان الضابط اكمل هو اللي استلم الادله وسلمها له بنفسه. في اللحظه دي بيعلي فتحي صوته وبيخاطب حضرات القضاه وبيقول لهم احنا مش بنشكك في تحليل الدين ايه، لكن عينه كاميليا اللي موجوده في موقع الجريمه اتلفقت لها عن عمد لتورطها في جريمه هي بريئه منها. والكل بيسقف، وبتحس كاميليا اخيرا ان الحقيقه قربت تظهر. وقبل ما ده يحصل بنشوف احمد وقت ما ظهر قدامها وراح لها على الاستوديو، وهما الاتنين ما كانوش مصدقين ان هيجي يوم ويقابلوا بعض تاني. وبيشكرها انها خرجته من الازمه اللي كان فيها، وبيوضح لها انا فاهم ان ما كانش ينفع واحده نجمه زيك تيجي وتزور واحد مسجون، بس الوضع اتغير وانا خلاص خرجت من السجن. وقتها بتساله اتغير ازاي يعني؟ انا خرجتك من السجن عشان كنت عايز اساعدك، ودي كانت نيتي ان اساعدك وبس. وبتقول له انت اكيد عرفت اني اتجوزت، وما كنتش مضطره ولا حاجه، انا اتجوزت لاني نسيتك، انا وانت ما ينفعش يجمعنا طريق واحد. وكلامها ده بيكسره، وبيفهم انها بقت مهتمه بمظهرها الاجتماعي ومش عايزه تبقى مع واحد رد سجون، وبياخد كرامته اللي اتبعترت دي وبيسيبها في دنيتها. لكن كما تدين تدان، بالليل بيطلع عليها شويه بلطجيه متوصيين عليها من مهره، وبياخدوها من عربيتها وبيرموها في نفس الطريق. اما مهره فبتولع في فستان الفرح اللي هي فرحانه بيه ده. وبعد الموقف اللي كاميليا تعرضت له ده بتأجل جوازها من ابراهيم لاجل غير مسمى. وبعد كام يوم كاميليا بتقابل احمد وبتقول له الظرف ده جالي على البيت، والكارثه لما بيفتحوا قدامها وبيطلع فيه صور للحظه وفاه عثمان وقت ما عملوا له العمليه، والظاهر كده ان في حد شافهم ودلوقتي بيبتزهم. وساعتها بيتوتروا هما الاتنين وبيسالوا سؤال واحد ممكن يكون مين؟ ولما بتقول له انا خايفه كعادته بيطمنها وبيقولها ما تخافيش انا معاكي، وهو نفسه مرعوب. وبتحضر كاميليا للشخص ده 200,000 تمن سكوته. والغريب في عز اللي هم فيه احمد بيصارحها انه مبسوط لانه معاها وقادر يشوفها ويتكلم معاها زي الاول. وبيروحوا هما الاتنين وبيسيبوا الفلوس جنب الشجره زي ما الشخص ده بعت مسج يؤكد عليهم، على امل بقى يخلصوا منه ويسيبهم في حالهم. والمفاجاه ان الشخص اللي بيبتزها ده يبقى مهره، واحمد هو شريكها وكان متعاون معاها. وبنشوفهم قاعدين مع بعض بعد ما خدوا الفلوس، وبيبقى عمل كده عشان كان عايز اي حاجه تقربوا منها. اما مهره فاسبابها كتير. وعلى الناحيه التانيه كاميليا بتقابل ابراهيم وبتقول له احنا مش هينفع نكمل مع بعض وممكن نبقى اصحاب عشان مش عايز اخسرك. وبيترجم ده على انها كانت كل الفتره دي بتلعب بيه، وبيقول لها كنت بتستغليني عشان تغيظي مهره، واول ما ظهر حبيب القلب بتنفصلي عني عشان تروحي له جري. وبيوعدها انه هيندمها على كل الوقت اللي ضيعه معاها.
وبعد كام سنة بنشوف أحمد وكاميليا وبنعرف إنهم اتجوزوا وخلفوا بنتهم الصغيرة رنا وعاشوا سوا في منتهى السعادة، لكنها ما عرفتش السر وإنه اتفق مع مهرة عليها وكان بيقابلها في السر وقال لها اعملي حسابك دي آخر مرة قابلك فيها، لكنها بتهدده تفضحه هو وهي بفيديو العملية اللي ماسكاه عليهم هما الاتنين وقت ما شافتهم هناك، وبتبقى حالفة تنتقم من كاميليا وتحرمها من أي سعادة في حياتها، حتى إنها بتقول لها من بكرة الصبح تطلقها، لكنه بيرفض وما صدق اتجوزها. بس كل حاجة بتتغير من لحظة ما بتلمح كاميليا رسالة على تليفونه من مهرة وبتعرف إن ليه كلام معاها، وبتبدأ تشك فيه وبتروح لمكان العوامة بتاعت مهرة واللي حسبت حسابه لقيته، وبتشوف أحمد قدام عينيها ومتردد يدخل على هناك، وفي آخر ثانية بيغير رأيه وما بيدخلهاش والشك بيبدأ يكبر جواها. على الناحية التانية بيتعب اللي هو عبد الرحمن وبيجيله ورم على الرئة، وبتقعد هند جنبه وبتبشره إنها خلاص بعدت عن الشغلانة دي وتابت، وكاميليا عرضت عليها تبقى مديرة أعمالها فبيتمنى لها التوفيق وبيودعها. وأول ما بيعرف إبراهيم إن أبوه خلاص في آخر مراحل المرض بيجيله على طول وبيقعد جنبه وبيتأسف له على كل حاجة وبينقله على المستشفى، ومفيش يومين وبيبعتوا ينادوه وبيدخل بيلاقي أبوه خلاص مات. أما أزهار فاللوكاندا بتفضى عليها بعد ما مشوا منها كلهم وسابوها لوحدها، وبتفضل تتجول في ركن فيها لحد ما روحها بتطلع وبتفقد حياتها وهي في أوضتها. وبالنسبة لمهرة فبتقلبها على دماغ الكل وبتروح لبيت كاميليا وبتقول لها البيع ست هانم مش زي ما انت فاهمة، مش طيب وملاك وجدع، ده وسخ مما تتخيلي، واللي كان بيهددك من 5 سنين ويبعت لك صور عثمان بطل يهددك عشان اتجوزتيه خلاص، مبروك جوزك هو اللي بيبتزك وعامل نفسه واقف جنبك وبيساعدك. وساعتها كاميليا بتصدم صدمة عمرها فيه وبتستناه يكذب اللي بتقوله، لكنه بيحاول يسكتها وبيقول لها مش هيطلقها ولو عملت ايه. اللحظة دي بتقول لها خلاص اللي جاي أنقح، تحب تعرفي مين اللي اعتدى عليكي زمان ولا أظن إنك دلوقتي عرفتي؟ والصدمة إنه بيطلع هو اللي رتب وخطط لكل حاجة ولبسها لعثمان وعمل فيها بيساعدها عشان تقع في حبه، وبتقف كاميليا ومش قادرة تنطق من صدمتها فيه، ووقتها بيدافع عن نفسه بيقول عادي ما انت بقيتي خلاص حلالي، وبيرفض يطلقها. فبتطرده من هناك وبتعرفه انها مش عايزة تشوف وشه تاني. وفي جلسة المحاكمة القاضي بيسألها انت فعلا قتلت المجني عليهم؟ فبتحلف انها ما قتلتهمش وبتطلب تدافع عن نفسها وبتقول لهم حققوا العدل واوعوا تظلموني، في واحدة تقتل ابو بنتها اللي متطلقه منه اصلا وتقتل صاحبة عمرها عشان ايه؟ ما تحرموش بنتي من امها، انا مش عايزة شهرة ولا عايزة حاجة غير بنتي. لكن بيقف ابراهيم وبيحاربها بكل قوته وبيتهمها انها مجرمة قدام المحكمة كلها وفي ادلة ملهاش نهاية ضدها، وبيقول لهم في واحدة بلغوها ان جوزها مات ما سألتش مات ازاي لانها عارفة هي عملت ايه كويس. المتهمة قتلت جوزها بسبب الغيرة لما عرفت انه بيقابل منافستها، وصراعاتهم واختلافاتهم معروفة في كل حتة من زمان، وبيطالب بأقصى العقوبة على المتهمة. أما محامي الدفاع فتحي مندور فبيدافع وبينفي أي علاقة كانت بين أحمد ومهرة، وبيصر إن الضابط أكمل هو اللي لفق الأدلة بحكم إنه ينتقم منها بسبب عداوة قديمة بينهم، وبيطالب بحكم البراءة لأن ما عندهاش الدافع. وبعد المداولة على عكس التوقعات بتحكم المحكمة ببراءتها والكل بيبارك لها وبيهنيها. وبنعرف بقى ان قبل الحادثه بيومين مهره قابلت احمد واعترفت له بمشاعرها، وينسى بقى كاميليا لانها وارد في اي لحظه تفضحهم ويا ريتها بتكتفي بده. دي بتقول له مفيش غير حل واحد نقتلها، وبيلاقيها هبت منها خالص وبيسيبها وبيروح لكاميليا في محاوله منه انه يرجعها ليه، وبيقول لها انا عارف اني غلطت لكن مش هقدر اعيش من غيرك، لكنها بترفض تسمع منه اي كلمه وبتهدده وبتقول له امشي اطلع بره والسجن اللي طلعتك منه هرجعك ليه تاني. فبيمسكها وبيحاول يهديها بس بالغلط راسها بتتخبط وبتقع على الارض فاقده وعيها. وفي اللحظة دي جت في باله فكرة شيطانية وفتح كل الغاز وسابها مكانها تتخنق ومشي، وعلى حظها لمحتها أمها وأنقذتها. أما بالنسبة للحقيقة واللي حصل في ليلة الحادثة هي إن كاميليا جات لهم على العوامة وهم فاكرين إنهم خلاص خلصوا منها، وظهرت قدامهم زي الشبح، ومرة واحدة رفعت مسدسها وخلصت على أحمد طليقها. ولما وقفت مهرة ورجعت تمثل من تاني إنها صاحبتها وهتساعدها تداري جثته، المرة دي كاميليا كانت فهمت حقيقتها وقالت لها يعني إيه يعتدي عليا وأنت تداري عليه، وتورطوني في قضية وتهددوني بيها وكمان عايزين تقتلوني. وبتسألها سؤال واحد أنا عملت لك إيه عشان تعملي كل ده؟ أنت كنت أقرب واحدة ليا، وللأسف الدنيا مش هتستحملنا إحنا الاتنين، وأنا عايز أعيش حياتي على نظافة. ورفعت عليها المسدس وخلصت عليها ومشيت من هناك من غير ما حد يحس بيها بعد ما قتلتهم هما الاتنين.